خناق الكتاكيت، الحيوان اللي أنقذ ملايين المصريين من الموت بالطاعون. تعالوا الأول نتعرف على الحيوان العجيب اللي أنقذ حياة الملايين، العرسة. العرسة دي من أسرع الحيوانات، وبتتميز إنها رشيقة ومرنة جدا، وعندها جرأة غير عادية وبصر حاد جدا، وكمان حاسة شم قوية جدا. بتتغذى على لحوم الطيور، الفئران، الأرانب، الحيات، وكمان الحشرات والديدان والذباب والضفادع. ولأن جسمها مرن بتعرف تدخل الجحور والفتحات الصغيرة بكل سهولة. محمد علي باشا والعرسة. محمد علي باشا هو اللي جاب العرسة لمصر، واللي بفضلها اتنقذ ملايين من المصريين من الموت بالطاعون. الطاعون كان عايش في مصر حوالي 500 سنة، قتل ملايين وخرب قرى ومدن كاملة خصوصا في شمال مصر. في إحصائيات بتقول إن قبل الطاعون سنة 1346 كان عدد سكان مصر حوالي 8 مليون، ولما جه محمد علي سنة 1805 ما كانوش غير 3 مليون بس. محمد علي ساعتها سأل الأطباء والعلماء المرض ده بيجي منين؟ قالوا له الفئران والبراغيث اللي عايشة في فرو الفئران هي اللي بتنقل المرض للإنسان. ساعتها فكر الباشا إزاي يتخلص من الفئران، ولقى الحل العرسة. العرسة عدوة الفار الأولى لدرجة إن الفار يخاف منها أكتر من القطة نفسها. جاب محمد علي العرسة من صحاري سينا ونشرها في محافظات مصر، ومع الإجراءات الطبية التانية اللي عملها، العرسة كان ليها دور كبير جدا في القضاء على الفئران، وبالتالي على الطاعون اللي قعد مئات السنين في مصر. وبكده العرسة أنقذت ملايين الأرواح. أساطير العرسة في التراث الشعبي. المصريين نسجوا حكايات وأساطير كتير حوالين الحيوان الصغير ده. من العادات القديمة إنهم كانوا يحطوا جثة عرسة في أساس البيت ويعتبروا إن ده يجيب الرزق. وفي بعض المناطق الشعبية كانوا يحنطوا العرسة ويحطوها على باب البيت أو المحلات علشان البركة وطرد الجن والأرواح الشريرة. لكن في نفس الوقت الفلاح بيعتبر العرسة عدو لأنها بتاكل الكتاكيت، وعلشان كده اتسمت في الريف المصري خناق الكتاكيت لأنها بتقضي على عدد كبير جدا منهم. وكمان العرسة المصرية اشتهرت إنها بتحب تسرق الحلي والجواهر والفضة وتخبيها في جحرها.